قال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الليلة عجبا. يقول لمن؟ الصحابة. نعم. يعني بعد صلاة الغداء كده صح الصبح، واحنا قلنا ان ايه رؤيا الايه الانبياء وحي. نعم. إني رأيت الليلة عجبا، رأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه، نعم. فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه. يا سلام، رد ملك الموت عن قبره. بر الوالدين. دي المفاجأة. معقول؟ ملك الموت معاه الأسماء والزمن والمكان. فلان لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. جميل. ولكل قاعدة شواذ واستثناء، حتى الاستثناءات في الأجل. كأنما رب العباد يقول: هذا الذي سوف تميته الآن أنا وأنا الرحمن الرحيم. كأن الله يقول: هذا أعطيته علاوة رضا لأنه بر بوالديه. يا سلام. كمان هيعيش ويصلي ويصوم ويعمل خير أكثر. رد ملك الموت عنه، وهذه الحالة الوحيدة التي يرجع فيها ملك الموت. وتسقط ورقته من سدرة المنتهى عند ملك الموت، ينزل ليقبض روحه. وبعدين اتاري ملك الموت ما عندوش كل الحقائق. سبحان الله. الحقائق عند الله. سبحان الله ونعم الحقائق عند الله عز وجل. ونعم الله. سبحان. شوف ازاي، شوف البر، شوف البر. سبحان الله. عجيب. البر عجيب. لا شوف، البار مهما يفعل من ابواب الشر فلن يدخل النار. البر بوالديه الا الشرك. طيب الشرك ده بس. نعم. والعاق مهما يصنع من ابواب والعاق مهما يصنع من ابواب الخير فلن يدخل الجنه. ببر الوالدين. بر الوالدين. بر الوالدين الا بر. والولد العاق المصر على تأبيه يعرف قيمة الآباء بعد فقد أبيه. يا لحسرة من لم يبر والديه. ويا لبشرى من كان أبوه أو أمه أو كلاهما على قيد الحياة ويلحق الآن ونحن في هذه الأيام الطيبة وفي هذه المعاني الطيبة وفي هذا البرنامج الذي نرجو أن يكون طيبا، أن يلحق. وإذا كانت هناك خلافات بينه وبين أبيها أو بينه وبين أمه، مهما يكن وإن ظلماه وحتى وإن طرداه من البيت يعود مرة أخرى ليكن ذبابيا. إذا ذب أب يرجع. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وصاحبهما معروفة. أن تصاحبهما وينتهي. لا أن تصير المصاحبة معروفة. كيف؟ وهو ربنا في الزوجات قال: وعاشرهن بالمعروف. صحيح. في الأب والأم قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة. أن يصير المصاحبة نفسها معروف. يعني يا سلام. وأصحاب المعروف هم الشفعاء يوم القيامة. سبحان الله. أصحاب المعروف